أول بطاقة حمراء في كأس العالم 2022 من نصيب حارس مرمى منتخب ويلز واين هينسي أمام منتخب إيران في المباراة التي انتهت بخسارة منتخب بلاده بهدفين دون رد في الدقائق الأخيرة. وتعرض حارس ويلز للطرد بالحصول على البطاقة الحمراء المباشرة بعد تدخل قوي مع مهدي ترمي مهاجم إيران، لتكون البطاقة الحمراء الثالثة في تاريخ المونديال التي يحصل عليها حارس مرمى. وحقق المنتخب الإيراني لكرة القدم فوزه الأول بمنافسات كأس العالم فيفا قطر 2022، والذي جاء على حساب ويلز بهدفين للا شيء. جاء في الدقيقة 99 و100 من الوقت المحتسب بدل من الضائع في المواجهة التي جمعتهما على استاد أحمد بن علي في افتتاح لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بمنافسات البطولة.